برنامج مع جيزال من الجزائر مع وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوليطة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. آخر مرة عملت معك أو المرة الوحيدة اللي قابلتك قلت لي نسبة مشاهدة هائلة للبرنامج بسبب كلمة واحدة. يعني أنا أصريت على صحراء غربية وأنت تقول لي صحراء مغربية. وفي الأخير قلتي صحراء مغربية. بعدين قلت صحراء مغربية. وكان هو فزتي بعطف المغاربة كلهم. نعم. معاليك، لماذا الملك لن يحضر القمة؟ كان أعلنها يعني أنه سيكون هنا. بالفعل جلالة الملك كان من القادة العرب الأوائل اللي عبروا على رغبتهم في حضور هذه القمة، وأخبرنا بذلك رسميا الجامعة العربية. وجلالة الملك سر من هذا كان من اتصل بإخوانه ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية وخبرهم بذلك وشجعهم حتى على الحضور. وجلالة الملك عنده الاعتبارات وكان كيشوف الشروط الحضور متوفرة، وإذا كان جلالة الملك قرر عدم الحضور فالاعتبارات جلالة الملك يعرفها، وهذه شروط لم تتوفر لحضور جلالة الملك. أنت مرتاح في الجزائر؟ مرتاح اليوم بالخدمة؟ احنا يعني تعليمات جلالة الملك كانت التمييز أولا ما بين ما هو ثنائي وما هو عمل عربي مشترك. وحضورنا هو من منطلق المسؤولية إزاء هذا العمل العربي المشترك. لنبدأ بموضوع يعني فلسطين اللي هذه القمة ستتحدث كثيرا، وأن الجزائر تحاول أن يعني تقوم بعمل جمع الشمل عربيا ولكن جمع الشمل الفلسطيني أيضا. هل أنتم بما تسمونه استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل هل تساعدون في عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وأنتم بفتكر المغرب هو رئيس لجنة القدس؟ نعم. بحال اللي قلت يعني حضور الوفد المغربي بتعليمات ملكية كان بالنظر إلى هذا السياق، وجزء منه كبير مرتبط بالأجندة العربية وعلى رأسها التحديات اللي كتواجهها القضية الفلسطينية من يعني انتهاكات إسرائيلية للمسجد الأقصى، من هجوم على الأراضي الفلسطينية، واللي كلها المغرب كيتعامل معها من منطق المسؤولية ومن منطق التنديد بها كلما حدثت. ولكن كذلك من المغرب كان دائما كيشوف بأن القضية الفلسطينية محتاجة إلى وضع أهداف استراتيجية والتعامل معها. القضية الفلسطينية ليست فوند كوميرس، ليست للمتاجرة، هي هذه مصير شعب، وهذه قضية أمة عربية، وبالتالي فهي ليست للمتاجرة وليست للمزايدة، هي للعمل لتحقيق هدف الفلسطينية المشروع في تحقيق دولتهم على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا الإطار هذا كاين عمل مغربي، عمل تضامني مع السلطة الفلسطينية، عمل من خلال وجلالة الملك قالها لما استأنفنا العلاقات مع إسرائيل، قال بأن المغرب كما في السابق سيضع كل القنوات المتوفرة لديه للدفع بأفق الحل السياسي، وبأن المملكة المغربية عندها من القنوات ما يكفي باش أنها تدفع. كذلك لتسهيل ظروف عيش الفلسطينيين اشتغلنا، وكان فتح جسر الملك حسين أو ألينبي أحد ثمار هذا المجهود اللي قد يبدو بسيط ولكن تأثيره على ظروف عيش الفلسطينيين مهم جدا. هذه المقاربة المغربية. وكالة بيت المال القدس تشتغل يوميا 1,000,000 رغيف، إصلاح المدارس، إصلاح المستشفيات، الأطفال اللي راحوا في عطلة إلى المغرب، تثبيت المقدسيين لمقاومة أي ترحيل لهم. هذا هو الطريقة اللي كيشوف بها المغرب وجلالة الملك العمل لمصلحة القضية الفلسطينية. كيف القيادة الفلسطينية ترى هذا الأمر؟ أكيد بأنه التعامل كيعرفوا المغرب وكيعرفوا الخلفيات المغرب وكيعرفوا جلالة الملك وقناعات جلالة الملك، لهذا التعامل كان تعامل بناء
في كل شيء. قنوات التواصل مستمرة، والتنسيق في بعض الأمور كذلك متوفر. لماذا ترفضون كلمة تطبيع؟ تقولون استئناف. لأنها موجودة دائما العلاقات وأعدناها. لأن هذا كل مصطلح عنده سياقه. نعم. وعنده طبيعته. هذا سياق شرق أوسطي بالنظر إلى العلاقة اللي كانت دائما بين المسلم واليهودي في ذلك السياق المغربي سياق مختلف تماما، لا تاريخيا ولا دينيا ولا ثقافيا، مختلف. المغرب دستوره كيقول الرافد العبري هو جزء مكون للهوية المغربية في دستورنا. كيقول بأن هذا الرافد العبري يعني تراث مغربي. المغرب فيه اليوم 3000 من الجالية اليهودية المقيمة، كما كنقول بمعابدها ومحاكمها وغيرها. فيه 700 ألف إسرائيلي من أصول مغربية تأتي سنويا إلى المغرب. هل لما يرجع هذا الإسرائيلي من أصل مغربي ليزور عائلته هل يطبع مع المغربي، أم أنه يعود ليرى قبر والدته ويشوف إخوانه وغيرها؟ فلهذا كان احنا دائما كيكون عندنا بأن هذه العلاقات المغربية مع المكون اليهودي وعلاقة جلالة الملك أمير المؤمنين نعم. تاريخيا كانت هكذا. ثانيا لأن العلاقات كانت في التسعينات، كانت مكاتب اتصال توقفت في بداية 2000 واستؤنفت دون المساس بالمواقف الثابتة للمملكة المغربية وجلالة الملك من القضية الفلسطينية. لكن يقال أن المغاربة أو الإسرائيليين من أصول مغاربة هنا الأكثر تشدد. هذه خاصة ترجع لظروف تاريخية وظروف مرتبطة لما وصلوا. كان يمكن مع الصفاغات بصفة عامة كان واحد نوع من التعاليم الحزب العمالي آنذاك من اليسار، ومشاو إلى الليكود، ولكن هذه ظروف تاريخية ثقافية، ولكن ما يعني ارتباطهم بالمغرب واستعمالهم كقناة للسلم في كثير من الأحيان كان ضروري. معاليك يعني هي المشكلة لبعض العرب أن التعاون العسكري، وهو ربما يعتبر بعض دول أفريقيا الشمالية أنها تهديد لها. نعم. باش نكونوا واضحين، المغرب لم يهدد أحد في سيادته الترابية ووحدته الوطنية. المغرب لا يحتضن جماعات انفصالية مسلحة تهدد أي دولة عربية أخرى. المغرب لا يسلح أي ميليشيا لتهاجم أي دولة. المغرب يعاني من هذا. المغرب أنا قلت جلالة الملك يقول دائما السياسة الخارجية يجب أن تنبني على الطموح والوضوح. الوضوح عنصر أساسي. المغرب كثير من الدول يمكن تشتغل تحت الطاولة. جلالة الملك والسياسة الخارجية المغربية ما كتمشيش في هذا الاتجاه. يعني إذا كان المغرب يعزز تعاونه العسكري مع شركاء مختلفين لهدف المغرب، الآن هناك ميليشيا مسلحة تعلن يوميا بأنها في حرب ضد المغرب وتضرب مواقع مغربية. من فين كاينه هاد الميليشيا؟ نترك لك انت تشوفي فين اين هي موجوده. المغرب ابدا لم يهاجم تراب اي دوله عربيه. المغرب من حقه يدافع على هذا التعاون متواعد دفاع. لأن من حق المغرب كما عنده مع فرنسا ومع الولايات المتحدة ومع دول عربية شقيقة. معمر المغرب البلد دائما مسالم، من حقه يحافظ على وحدته الترابية، من حقه يواجه ميليشيات. من هي الدولة العربية اللي تقبل بأن ميليشيات تأتي وتهاجم أرضها وتبقى تتفرج وتقول لا لن ندافع عن ذلك؟ ولكن المغرب دائما، وشوف خطابات جلالة الملك إزاء الدولة الجارة كان واضح بأن اليد الممدودة. جلالة الملك قال بالحرف لن يمس الجزائر أبدا أي شر أو سوء يأتي من المغرب. هذا على أعلى مستوى، هذه كلمة جلالة الملك، ويعني هذه هي التعليمات اللي معطية لكل المغاربة. بالتالي هذه فقط يعني ذرائع. كيف علاقتكم مع فرنسا؟ حكيت عن التعاون مع
فرنسا أو غيرها. كيف علاقتكم اليوم، وخاصة قصة المهاجرين غير الشرعيين؟ لا يعني مسألة التأشيرات اللي كنتي اللي نعم. هذه مسألة يعني كان فيها تعليق من المغاربة نفسهم. يعني لما تفرض بأن 40% من الملفات ترفض بشكل أربيترير، أولا كان يعني هذا حق وحرية فرنسا وسيادية أنها تأخذ مثل القرار. الرد كان من المغاربة نفسهم. باقي الوضع ما زال معلقا. شكرا. طيب علاقتكم بالإدارة الأمريكية الجديدة كيف؟ هذه جديدة يعني صار لها هذه يعني هذه شراكة عندها سنوات. ما نحتاج نكررها. المغرب أول دولة اعترفت بالولايات المتحدة في 1777. أول رسالة تلقاها الولايات المتحدة للدعم كانت من السلطان محمد الثالث. فالمغرب، وهذا كل الرؤساء الأمريكيين يرددون هذه، أن الأول دولة أجنبية اعترفت بالولايات المتحدة هي المغرب. أول اتفاق ما زال ساري المفعول للولايات المتحدة مع أي دولة في العالم هي مع المملكة المغربية. أول اش كتسميوها مكتب دبلوماسي أمريكي في العالم هو في طنجة في المملكة المغربية. فالعلاقات، وهذه العلاقات تطورت وهذه الشراكة تقوت. وبالتالي فمكونات هذه الشراكة السياسية الاقتصادية الأمنية العسكرية الإنسانية كتعطيها دائما طابع الاستمرارية. العلاقات يعني جيدة على كل الأصعدة. في الجانب الاقتصادي اتفاق التبادل الحر للمغرب من الدول القلائل اللي عندها مستمر بشكل كبير. قضية الصحراء الولايات المتحدة جددت دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة المغربية. هذه كلها إشارات إيجابية اللي كتمشي في اتجاه تعميق هذه العلاقات. طيب معاليك، في أزمة ضخمة، في حرب ضخمة بالعالم، هي الحرب الأوكرانية الروسية. ما هو الموقف الحقيقي للمملكة المغربية؟ هو مبني على ثلاثة الاعتبارات. مبني أولا على مبادئ بأن المغرب دائما مع الوحدة الترابية للدول. بحال المغرب كده يعني الوحدة الترابية، بحال المغرب كيدافع على أن لا يجب اجتياح دولة ما كيقبلش بأن دول أخرى، وأن المغرب أحد العناصر المهيكلة لسياسته الخارجية هي دفاع عن وحدته الترابية وسيادته الوطنية. ثانيا، المغرب مع حسن الجوار وعدم استعمال العنف والحلول العسكرية للخلافات بين الدول، وكلها كنلقاوها في الأزمة الروسية الأوكرانية. هذا على مستوى المبادئ. ثانيا، المغرب عنده علاقات متميزة مع الطرفين. المغرب عنده علاقات متميزة مع كل، يعني مع روسيا شو هي علاقاتنا مع روسيا هي علاقة شراكة استراتيجية توقعت في 2016 بين جلالة الملك والرئيس بوتين. المغرب هو ثاني شريك تجاري لروسيا في إفريقيا، والمغرب يعني عنده علاقات قديمة مع روسيا. المغرب كذلك عنده مبادئ اللي مطروحة على في هذا الإطار هذا. المغرب كذلك مع أخذ بعين الاعتبار تداعيات هذه الأزمة. هذا صراع اللي يمكن عنده سياقه، ولكن آثاره كتوصلنا من أزمة طاقية وأزمة غذائية وتوترات واستقطابات. فالمغرب كذلك يأخذ بعين الاعتبار باش يقول بأن هذه أمور يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، بأن دولنا ما خصهاش تعاني من آثار صراع حرب اللي عندها سياقها الأوروبي الخاص. تحدثتوا معه؟ جربتوا تعملوا وساطة أو شيء؟ احنا يعني المغرب يتحدث مع الجميع وعنده علاقات جيدة مع الجميع. حتى أنا هنا التقيت المبعوث الروسي للشرق الأوسط، وعلاقتنا مع الولايات المتحدة هي علاقة تحالف بشكل كبير. أوكرانيا عندنا سفارة، روسيا عندنا سفارة، فالأمور يعني المغرب ليس مع هذا ضد هذا. يعني التصويت في الجمعية قال أنه يعني بحاجة أن هذه عنصر آخر اللي يمكن نضيفه، بأن احنا دائما كنا كنقولوا بأن
كل جهاز في الأمم المتحدة خصو يتحمل مسؤوليته. ميثاق الأمم المتحدة كيعطي مسؤولية لمجلس الأمن عند المساس بالأمن والسلم الدوليين، ماشي حيت مجلس الأمن كان عاجز ناخذوا الكرة نعطيوها للجمعية العامة. وهذا عنصر ثاني، حنا مع عدم تسييس المنظمات التقنية. ماذا سيفيد هذا الحرب في أوكرانيا إذا اليونسكو صوتت أو إذا WHO صوتت أو لا؟ هذا ما يعني الجهاز اللي عنده المسؤولية ما يمكنش يغطي على عجزه من خلال أجهزة أخرى أو وكالات أخرى. لهذا المغرب كان غاب عن التصويت لأنه ضد التصويت، ماشي لأن ما عندوش موقف، ولأنه عملية التصويت حول مسائل مثل هذه ما غتحلش القرارات ولكن كتؤدي إلى استقطابات أكبر. صوتنا في المرة الأخيرة مع القرار لأنه كان بشأن المبادئ، ولكن كان بشأن مبادئ أخرى، هذه مش على الحرب. هذا كان بشأن الاعتراف الأحادي الجانب، يعني اش كتسميوها دويلات او دول اللي تم قالت بانها مستقله، هذه كتناسب مع مبادئ المغرب. حنا بالنسبه لنا الاعتراف بالدول كيتم اولا بعضوتها في الامم المتحده، بعد ذلك يتم الاعتراف بها. لهذا المغرب ما كان يدافع على حق الدوله الفلسطينيه في الاعتراف بالامم المتحده. لما تكون عندك شرعيه في الامم المتحده انا نعترف بك كدولة، ولكن ما يمكنش. فهي مسائل كانت كذلك تهم بعض المبادئ اللي كيآمن بها المغرب في الحفاظ على التوازن والعلاقات اللي عنده الجيدة مع كل الأطراف. سؤالي الأخير معاليك، نرجع للقمة. هل أنت نوعا ما فينا نقول أنه في صفحة جديدة مع الجزائر أم لا؟ باش نكونوا واضحين، اليوم حنا كنقولوا لم بالشمل، هيدا العنوان، هذا الشعار. أنا كنقول دائما الشعارات كتكون يا إما نوايا أو كتكون أهداف. شحال من حدود مقفلة في العالم من غير الكوريتين، إسرائيل وفلسطين والمغرب والجزائر. يعني 2 من أصل 3 عرب. يعني هذوك ما عندهم طبع، يعني شكون احنا كم علاقة دبلوماسية مقطوعة بين دول عربية كثير. أعتقد الأقل المغربية الجزائرية مقطوعة. هذه كلها يعني الحضور للقمة كان من منطلق المسؤولية إزاء العمل العربي المشترك. العلاقات الثنائية أنا دائما كنقول بأن القمم وجلالة الملك كيأكد عليها كثير، القمم ليست هدف في حد ذاته. يعني ما في عودة علاقات دبلوماسية بين المغرب والجزائر. يعني المغرب لم يقطع العلاقات الدبلوماسية، العلاقات قطعت من جانب واحد،